السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة في كرة مع المصري. عنوان حلقتنا النهاردة: فيريرا خلاص بالسلامة. فيريرا جهز شنطته وطلع على المطار خلاص. ما اعتقدش ان مرتضى منصور هيصبر عليه النهاردة بعد الهزيمة المذلة امام النادي الاهلي 3-0. شفنا طبعا المباراة النهاردة. الشوط الاولاني كان شوط عقيم، يعني الواحد كان جاي على الدقيقة 35 كان بينام خلاص، يعني ما كانش في كورة لا من الاهلي ولا من الزمالك. الشوط التاني فيريرا غلط غلطة عمره، انه نزل مصطفى الزناري. مصطفى الزناري من ساعة ما جه نادي الزمالك وهو باين ان هو مهزوز، مش زي خالد عبد الفتاح بصراحة اللي عمل مباراة ولا اروع. انا كاهلاوي في غاية السعادة، لكن قلبي معاكم يا زملكاوية. ما تزعلوش النهاردة، ما تزعلوش. انا جبت لكم السحر الحلقة اللي فاتت، ما اعمل لكم اكتر من كده ايه؟ خلاص. قعدتوا تقولوا بيكسبوا بالسحر ومش عارف ايه، وفي الاخر برضو خسرتوا 3-0. هل ده كان السحر؟ هل احنا جبنا السمانه النهارده فعلا؟ ولا ايه الموضوع؟ ما احنا عايزين نشوف بقى قناه نادي الزمالك هيقولوا ايه النهارده، ولا هيقولوا ايه على الحكم. بصوا يا جماعه، نصيحه لنادي الزمالك: لو عايزين نادي الزمالك يرجع زي الاول، الغوا برنامج زملكاوي. مش هقول لكم اقفلوا القناه لان طبعا ده ما ينفعش، ده حقوق حصريه وده حق نادي الزمالك. لكن برنامج زملكاوي ده لازم يتلغي. البرنامج ده هو اللي غرق اللعيبه، والبرنامج ده هو اللي غرق كل حاجه، هو اللي غرق الفرقه كلها. انا كلاعب بلعب في نادي زي نادي الزمالك مثلا، وسامع طول الليل والنهار تطبيل، وطول الليل والنهار ده الاهلي بيكسب بالحكام، ده الاهلي بيكسب بالجن والعفاريت، ده الاهلي مش عارف ايه، وحاجات غريبه كده بتحصل. هل انا مش هيبقى ليا مبرر، او بمعنى اصح ان انا هنزل الملعب هبقى مركز؟ استحاله. واحد زي الاستاذ عبد الشافي صادق اللي طلع المره اللي فاتت، الحلقه اللي فاتت، ويقول لك الزمالك متاسس 1907. انت راجل مش عارف النادي اتاسس امتى؟ انت طالع تتكلم في ايه؟ ولا صبحي عبد السلام ولا شويه ناس بصراحه يعني. والله العظيم ثلاثه انتوا اللي خلصتوا على الزمالك. والله العظيم انتوا اللي خلصتوا على الزمالك. انا راجل اهلاوي اهو وبقول الحق. انتوا خلصتوا على الزمالك. انتوا رئيس النادي كل شويه طالع يقول لك العفاريت والجن والسحر، ومصور نفسه قبل الماتش جوه الجامع بيصلي. يا عم انت بتعمل ايه؟ هتطلعوا تقولوا ايه بقى النهارده بعد ال 3-0 دي؟ كهربا وشريف. المشكله ان يعني الثلاث اجوان جايين من اتنين انتوا كنتوا مطمنين قوي امبارح. كل الناس تقول لك كهربا يا عم ايه اللي هيعمل قدام الزمالك يا عم؟ يا عم كهربا كده كان حلاوه روح قدام سموحه. اوب زيو، اول جون كهربا. محمد شريف قعدتوا تقولوا ده بالنسبه للاهلي مصلحه، يا ريت يلعب بشريف، ده شريف ده مش عارف ايه. شريف جاب جونين. لان طبعا شريف طول عمره في مباريات القمه، في لعيب كده بيبقى كعبه عالي في مباريات القمه، وشفناها كتير قوي مدار السنين اللي فاتت. طول تاريخ مباريات القمه في لعيبه سواء في الاهلي او الزمالك بيبقى كعبهم عالي. محمد شريف من اللعيبه دي، ممكن ما يلعبش طول الموسم يجي قدام الزمالك يجيب اجوان عادي، زي اللي حصل النهارده. يعني ممكن محمد شريف ما نشوفوش تاني، هو بينزل بس في ماتشات الزمالك يخلص. الف الف مليون مبروك لكل الاهلاويه حبايبي، وليا انا شخصيا لان انا اهلاوي الحمد لله يعني والشكر لله. الف مبروك لينا. واتمنى ان قناه نادي الزمالك النهارده ما يطلعوش يقولوا الحجج بتاعت كل مره اللي احنا عارفينها، اللي هي السحر والشعوذه والحكم كان معاهم واحنا اشترينا الكوره والكوره ما كانتش داخله الشبكه، ده الكوره كانت داخله مش عارف فين. يعني بتمنى ان احنا ايه ما نقعدش نسمع المهرطلات بتاعت كل مره دي. وكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. ارجو الدعم والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.